4 حاجات تخليك تخش حصص الاكزامز. رقم 1، ازاي اظبط التايمنج بتاعي. ازاي دلوقتي لو انا عندي 20 سؤال احاول احله في 20 دقيقة. ازاي مستر امير بيحل السؤال الواحد بطريقة واثنين وثلاثة عشان اشوف ايهما اوفر لي في التايمنج عشان اعرف اشتغل عليه. الحاجة التانية، ساعات الطالب بيتوه ما بين different examples فميبقاش عارف هو الليسون ده او الاكزامبل ده تبع انهي ليسون او تبع انهي شابتر. فلما تاخد حصص الاكزامز ساعتها تحس بايه؟ ساعتها تعرف تحط كل اكزامبل قدامه انهي سبجكت. رقم 3، بعض الطلبه عندها مشكله كبيره في الوورد بروبلمز، اللي هم مش عارفين يطلعوا الكي ووردز بتاعه المساله. وانس انك ما تعرفش تطلع الكي ووردز بتاعه المساله، انا بعلمك في حصص الاكزامز انك تطلع الكي ووردز بتاعه المساله، فتعرف توصل بسرعه والتايمنج بتاعك يبقى اسهل ويبقى اسرع ويبقى عندك فرصه تراجع. رقم 4، انا دايما بحاول كطالب، الطالب بيحاول هو ايه؟ ياخد الموضوع سبجكتس. انا بفهم لو انا شرحت درس كوادراتيك انا بعرف احل عليه مستر كوادراتيك، لو انا عندي درس لينير بعرف احل عليه لينير، لكن از ا هول اكزام انا عندي مشكله فيه. وبالتالي رقم 4، اتس فيري امبورتنت انك تشوف الامتحان از ا توتال عشان تعرف تقيم. نرجع لاول نقطه، تقيم التايمنج بتاعك عشان ما تسرحش، لان في طلبه ممكن من اول اكزامبل يقف قدامه المساله تبوظ منه او الامتحان يبوظ منه او التايمنج يبوظ منه. يبقى 4 حاجات مهمين: تايمنج، ازاي ما نتوهش، ازاي نطلع الكي ووردز والورد بروبلم، واخر حاجه الهول اكزام، ازاي بشوف الامتحان از ا توتال. اتس فيري امبورتنت انك تحضر حصه الاكزامز. المواعيد بتاعت حصص الاكزام زي ما قلنا سبت وحد واثنين الاسبوع دوت، وسبت وحد واثنين الاسبوع اللي جاي باذن الله. وتقدر تدخل لو انت اوريدي ما عندكش وقت، تقدر تاخد الحصه تاخدها ريكورد سيشن. اتس مفيش مشكله خالص بالنسبه لنا ان احنا نعمل حاجه زي كده. اعتقد دي هتكون فايده كبيره جدا لكل الطلبه، سواء الميعاد مناسب بالنسبه لك او مش مناسب ممكن تاخد فيديو ريكورد للسيشن.